جار الزمن يا عين بعود اللي مني وفيك زي الوفا اللي فيه. احد الاشخاص عم بيقول انه هلا زمن الفن الحلو ويبعد لنا وينظف لنا ذينينا عن بيسان اسماعيل والشامي. سمعت عند اكثر من حدا. برايي انا في ظلم كبير عم يتعرض له الشامي بهذا الكلام. بيسان اسماعيل لا ترقى ابدا لمستوى اللي قدمه الشامي بالاغاني اللي قدمها. الشخص ملحن، الشخص هلا موزع موسيقي. هاي الغنيه الاخيره من توزيعه هو موسيقيا. شخص مطلع اطلاع كبير على انواع موسيقيه عالميه وفنيه، ومن الظلم بمكان مقارنه الشامي ببيسان اسماعيل، او انه هلا اجى الفن نظيف ليروح لنا التلوث اللي سمعناه من بيسان اسماعيل والشامي. للاسف هذا خطا فادح كثير. انا برايي الشيء اللي قدمه الشامي وصل لقلوب الناس بطريقه ما فيها اي كلام بذيء، ما فيها اي اسفاف، بالعكس كان فيها لحن حلو، كلام نوعا ما جيد، مع بعض الملاحظات اللي بتنقال على بعض الكلام اللي ممكن يكون القوافي تبعه مش كتير راكبه على بعضها، ممكن بعض الكلام مش مفهوم، اوكي ما بيمنع، لكن هذا ما بيعني انه الاغاني اللي قدمها الشامي منها اغاني جيده ومحترمه ووصلت لقلوب الناس والناس حبتها يعني. فما بعتقد انه اللون اللي قدمه الشامي هو نفس اللون اللي عم تقدمه بيسان اسماعيل. وبين من بيسان اسماعيل باكثر من مناسبه انها هي كمان يعني بتغني بعض النشاز على المسرح وكذا. الشامي تخطى هذا المشكل، حتى فرقته الموسيقيه صارت فرقه وصار عنده ناس وراه عم تعزف وعم تشتغل، بطل شغل استديوهات وهيك. ف الكلام هذا ساقط وغير منطقي يعني انا برايي. بالاضافه لهذا الشيء كمان انحكى عن اغنيه فضل شاكر يلي كسرت الدنيا اكيد، اغنيه صحاك الشوق. هالاغنيه الرائعه يلي ردتنا لمستوى مميز من الالحان وجماليه الالحان. كتار ناس قالوا انها بتشبه اغاني تاني وانها مسروقه من اغاني تاني. هالكلام انا بعتقد عار عن الصحه. واللي احسن من هيك حجتهم ان انتشرت الاغنيه لبعض صغار الاشخاص يلي ما بيفهموا شيء بالفن، انه قال ان سبب انتشار الاغنيه الاكبر انه هو مش عامل كوبي رايتد عليها، او انه فاتح مجال لكل الناس تصور عليها وتستخدم الميوزك والى اخره. تفضلوا يلي حكيتوا فنانين كبار مين ما كانوا يكونوا، نبلش من عند اكبر واحد لعند اصغر واحد، شيلوا الكوبي رايتد عن اغانيكم لنشوف وين توصل اغانيكم. هيدا حجه الشخص يلي مش قادر يوصل لمحبه الناس يلي حابه اللون اللي عم يقدمه فضل شاكر. والدليل انه مجموع اغانيه هلا تخطى ال 600 مليون مشاهده، الاغاني كلها اللي نزلها اخر فتره، وهذا شيء يحسب له الحقيقه يعني. حتى الاغاني تبعه عم تتنافس مع بعضها على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل. فبعتقد هذا الكلام مردود لاصحابه يعني. يكفي بقى حقد، يكفي كل واحد يشتغل تنافس شريف، ينبسط لاصحابه اللي اشتغلوا. وهذا صابر الرباعي قال عن فضل شاكر انه رجع لنا الرواق، رجع لنا الاغاني المرتبه، بعدنا عن الاسفاف، بعدنا عن الشيء اللي كنا عم نسمعه. هذا وائل جسار ابدا اعجاب كبير باخر اغاني نزلها فضل شاكر. هذا وليد توفيق حكى كلام قديش هو بحبه لفضل، وقديش ان شاء الله تتسوى اموره الامور العالقه بالدوله يعني، ويرجع لجمهوره ويرجع لمحبينه. كلام هيدا يعني بعتقد انا كثير مشحف جدا بحق ناس عم تشتغل ابداع وعم تشتغل فن وعم توصل اشياء مميزه وجيده. برايي انا لازم يكفوا هيك اكثر واكثر. الشامي الف مبروك على الغنيه الجديده، غنيه كسرت الارض. بالرغم من انه بنشوف كثير ناس نزلوا بنفس الوقت، وهيدي غلطه كبيره. الاخرس منزل بنفس الوقت اللي نزل فيه الشامي اغنيته، فالشامي صارت 7 مليون مشاهده، الاخرس بعدها مش جايبه مليون. فانا برايي كمان في غلط بالتسويق يعني عم بيكون. يعني الاخرس عارف انه الشامي بدها تنزل غنيته، ما في داعي كنت تنزل بنفس الوقت، انطر اسبوع ورجع نزلها يعني. هيدي امور اداره الاعمال والاشياء هذه لازم تكون مدروسه اكثر من هيك. وانتم شو رايكم بالتعليقات؟ اكتبوا لي شو رايكم، بيهمني اكيد تدخلوا معنا بهذا النقاش. تحياتي.